مساء الخير. الزمالك يشكو زيزو إلى لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب تغيبه عن التدريبات من يوم 8 أبريل. رامي ربيعة يطلب 85 مليون جنيه لتجديد عقده مع الأهلي لمدة موسمين. صحيفة الشرق الأوسط تدعي أن الزمالك يريد التعاقد مع لاعب الرائد السعودي وشراء ما تبقى من عقده من الرائد السعودي اللاعب يسري بوزو. زيزو يعود للتدريبات اليوم الأحد منذ غيابه عن التدريبات من يوم 8 أبريل، ولكن الغريب في عودة زيزو كانت وجود صحفيين وإعلاميين من صباح اليوم أمام مقر النادي حتى وجود زيزو في النادي، وإن دل على شيء يدل على أكثر من نقطة وهتكلم عنها خلال الفيديو ده. الزمالك يرفض عقوبة جمهوره من رابطة الأندية والتي تبلغ 200 ألف جنيه غرامة على النادي بسبب أحداث جمهوره والشغب، وكمان إيقاف الجمهور لمدة مباراتين من مباريات الزمالك بسبب الأحداث وبسبب الحديث وبسبب سفرات ضد الحكم وبسبب كل أحداث المباراة. رابطة الأندية أقرت إن جمهور الزمالك لازم يوقف مباراتين والنادي لازم يدفع 200 ألف جنيه. طيب هو الزمالك أصلا في الفترة الأخيرة متحمل إنه يدفع أو إن جمهوره يتوقف؟ ما كان الموضوع أصلا بايظ. النادي مفهوش فلوس يجيب لعيبة ولا فلوس يصرف على الكورة أصلا ولا في فلوس يدفع مستحقات لعيبة، وأنت بتوقع غرامه عليه 200 ألف جنيه. بتوقف جمهوره اللي هو الوحيد السند ليه، اللي هو الوحيد اللي باقي على النادي مهما كان سوء النتائج أو كان أداء اللاعبين، الوحيد الظهر الحامي للزمالك هو جمهوره. النقطة الأولى واتكلمنا عنها إن الزمالك صعد شكوى زيزو لجنة الكرة بالاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب تغيبه عن النادي، وقال الزمالك في نصه الصريح إن تغيب زيزو عن الزمالك أثر في الفترة الأخيرة لكونه من أهم اللاعبين أصلا في الزمالك حاليا ومن أهم اللاعبين وأفضلهم من ناحية المهارة ومن ناحية المكانة في مصر حاليا. تغيب زيزو عن الزمالك أثر في بعض النتائج إذا كانت بالسلب أو أداء الفريق كمجمل، لأنه لعيب محور أصلا في الملعب ولعيب هو اللي بيحرك أداء المباراة كلها، هو المتحكم في كل حاجة مع خط الوسط. وشفنا الزمالك في غياب زيزو تحس يعني كده يعني الزمالك مش موجود، هو زيزو مش موجود، لكن الزمالك برضه مش هيوقف على زيزو. لكن كل اللي حصل واللي خلى الزمالك يشكو زيزو يعني بعض الأساليب اللي حصلت في الفترة الأخيرة، وهي إن زيزو مضى للأهلي. خلاص يا عم أنت مضيت للأهلي ورحت من عندي للمنافس الغريم التقليدي بتاعي مباشرة، ودي مش بتحصل كتير في الكورة يعني. واللي حصلت معاهم أو اللي عملوها وكانوا من الزمالك وراحوا الأهلي يعني كلنا فاكرين نهايتهم كانت إيه، إذا كان رضا عبد العال أو إذا كان جمال عبد الحميد، كله كان فاكر نهايته ما كانتش كويسة. لكن زيزو رغم حب الجمهور ليه ورغم الفترة الأخيرة اللي هو عايش أفضل حالاته وأفضل حصن مدافع ليه هو جمهور الزمالك، وكله شكك في مكانة زيزو وإنه مستحقش المبالغ اللي بتدفع له وإنه مستحقش المكانة دي كلها وإنه مستحقش أفضل لاعب في مصر. وحتى جمهور الأهلي والأهلاوية قالوا إن زيزو لاعب عادي ولاعب أنت كإعلام زملكاوي نافق، وكله بينتقدوا الزمالك بجمهور واقف ورا. فجأة زيزو ينتقل، ده يعني حاجة غير مقبولة. اللي هو ابنك أنت مربيه على كل حاجة وفجأة أول ما ربنا يكرمه يسيبك ويمشي يروح لواحد غريب، برضه أمر غير مقبول. يعني الأهلي يحط نفسه مكان الزمالك واللعيبة عنده، وبعد ما الأهلي عمل منه كل حاجة فجأة اللعيب راح الزمالك. هلاقي إن الموضوع غير مقبول بالمرة. رقم 2 وهو
يعني رامي ربيعة عايز 85 مليون جنيه عشان يجيب موسمين لنادي الأهلي. رامي ربيعة ما أنت خلصت كورة أصلا، يعني سهل الموضوع عشان يجددوا لك وتفضل تلعب، سهل الموضوع علشان مستقبلك بعد ما تعتزل، بدل ما يعملوا معاك زي ما هيحصل مع السولية مش هيروح كأس عالم. كمان يعني الفترة الأخيرة شهدت أحداث كتير جدا. صحيفة الشرق الأوسط السعودية تكلمت إن الزمالك هيشتري ما تبقى من عقد لاعب الرائد السعودي وهو يسري بوزو. يعني تعال نحسبها بالورقة والقلم، الزمالك أصلا في الفترة الأخيرة ما فيهوش فلوس. هي فين فلوس الزمالك عشان يشتري؟ ويروح يشتري لعيب من الدوري السعودي ومن الرائد كمان؟ لا، احنا بنودي هناك لعيبة ونودي مدربين، اللي بينجح عندنا بندخله، لكن احنا نشتري من هناك. طب منين يعني هيجيب الزمالك يشتري لعيبة؟ كل الجمهور مستني إن الزمالك يجيب لعيب، لكن بالعقل منين؟ عودة زيزو النهاردة تدريبات الزمالك كان عليها أكتر من علامة استفهام، وهي إن زيزو قرر يرجع لتدريبات الزمالك النهاردة بعد غيابه من يوم 8 أبريل. لكن العودة كانت مختلفة شوية، وهو إن من اليوم وبدايته كان في صحفيين وإعلاميين قدام نادي الزمالك. طيب تعال نحل الموضوع واحدة واحدة مع بعض. هو إيه اللي هيجيب صحفيين وإعلاميين يوم عودة أحمد زيزو؟ طبعا أكيد، أو المفترض يعني، بس هو المفترض الأكيد أو الأكيد المفترض إن في اتفاقية خاصة بين الإعلاميين دول وبين زيزو، اللي هو زيزو عايز يروح يبقى هو المجني عليه مش الجان، عشان لو أي حد يتكلم معاه أو أي حد يعني الأسئلة الشائعة بين اللعيبة أو الجمهور الموجود كان الأعضاء، لو أي حد اتكلم معاه أو حاول يتكلم معاه يبقى في تصوير بقى وفي الصحافة تتكلم وإن زيزو حاول الهجوم عليه وإن الكلام يتقلب ويبقى هو المجني عليه مش هو الجاني. فالعودة النهاردة كانت ضروري نفسه كده، بس بطريقة إيه يعني إيه هادية شوية. لكن أصلا الزمالك أصدر قرار إن عدم التعرض لزيزو حتى بالكلام من عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو من أعضاء النادي أو من المدير الفني أو من جهازه المعاون. الزمالك رفض وأبلغ الكل إن محدش يتكلم مع زيزو بأي شكل من الأشكال. الزمالك اعتراض بسبب أحداث مباراة المصري، واللي رابطة الأندية غرمت الزمالك فيها 200,000 جنيه بسبب شغب الجمهور، وكمان وقفت جمهور مباراتين. الموضوع مرفوض أصلا، يعني الموضوع بالعقل، هو أصلا الزمالك مفهوش فلوس عشان يجيب لعيبة، عشان رابطة الأندية فجأة تغرمه 200,000 جنيه يعني مباشرة مرة واحدة كده 200,000 جنيه على شغب جمهوره ومباريتين إيقاف للجمهور. طب هو الزمالك أصلا معاه إيه في الفترة الحالية؟ مش معاه أي حاجة غير جمهوره، يعني اللعيبة مش موجودة، أداء مش موجود، كل حاجة مش موجودة، كمان هتحرم الجمهور من إن هو يدخل مباراة. طيب يا سيدي أنت الشغب بتاع المباراة يتغرم 200,000 جنيه كاملين؟ يعني لو أنت هتعاقب الزمالك عاقبه باللوائح، يعني هات اللائحة وهات البند في اللائحة واصدر قرارك ونزل بيان بإن وفقا للائحة كذا وبند رقم كذا أنا عاقبت الزمالك ودفعت كذا. لكن أنت فجأة كده يا دوب المباراة تخلص عقوبة مباراتين لجمهور الزمالك من دخول مباريات وغرامة 200,000 جنيه. يعني نادي الزمالك رافض الموضوع ده، مش لأن الجمهور ما عملش، لا، هو الزمالك والمتحدث الرسمي أحمد سالم طلع واتكلم إن الجمهور هو اللي عمل، وإن إحنا مش هنقول إن هم صحفيين وإن إحنا مش هنقول أي حاجة، هو الجمهور. لكن أنت هتغرمني 200,000 جنيه؟ هو أصلا الزمالك فيه فلوس. لو وصلت لآخر الفيديو شكرا على المشاهدة، لايكك والمتابعة بتوعك هيفرقوا معايا تشجيعا، وشكرا.